بيبدأ الفيلم بقبيلة شكلها غريب ولابسين ماسكات غريبة وبيتكلموا لغة غريبة ومش مفهومة، وبيظهر لص الآثار اسمه جاكي وهو بيحاول يسرق حاجة من تمثال الإله بتاعهم، وبيكون عايز يسرق سيف اسمه درع الإله، والسيف ده بيكون قطعة أثرية مهمة من أيام الملك أرثر في الحروب الصليبية. وبينجح جاكي إنه يسرقه من القبيلة وبيهرب منهم بأسلوب ذكي وكوميدي، وبيطير بطيارة صغيرة بيكون مخبيها وسط الزرع عشان محدش ياخد باله منها. وأول ما بتطير القبيلة بتسجد له لما بيشوفوه بيطير وبيعمل حاجات غريبة بالطيارة، فبيفتكروه إله. وبعدها بتظهر عصابة شكلها مخيف ولابسين اسود، وبيكون زعيمهم مشغل فيديو بيشرح عليه ان لص الآثار ده واتنين اصحابه بنت وولد كانوا فريق غنائي سوا، وهو كان بيحب البنت اللي اسمها لورا، ولكن هي بتحب صاحبه التاني ألان وبتتخطب له. فبيتكسر قلب جاكي وبيقرر يسيب الفرقة وبيغير شغله وبيبقى لسه آثار، وبيسمي نفسه الصقر الآسيوي، وبيسرق القطع الأثرية الغالية وبيبيعها في مسادات وبياخد فلوس كتير جدا من شغله. وبيتفقوا العصابة عليه انه مادام بيحب لورا لسه انهم هيعملوا خطة ويخطفوها ويساوموه عليها عشان ياخدوا منه السيف. وبالفعل العصابة بتبعت ناس ما بتتفهمش بيضربوا نار على كل اللي في المكان وبيدوروا على لورا وسط الناس، واحد منهم بيضربها بالقلم وبياخدها على كتفه ويمشي. وبعد ما بيخطفوا لورا بيروح خاطبها ألان لجاكي وبيقول له انت قلبك طيب وحنين وصاحبي من زمان، واحنا الاتنين كنا سوا من ايام الطفولة، واحنا الاتنين كنا بنحب لورا، تعالى معايا نرجعها، احنا زمايل يا زميلي والدم عمره ما يبقى ميه. فجاكي بيقول له ما تقولش اصحاب بعد اللي انت عملته. فبيقول له انا بقول لك هيقتلوا لورا، انت ايه قلبك ده ايه؟ معقول احساس الرفض والخساره عمل فيك كده؟ فجاكي بيقول له انا ما بخسرش ومش جاي معاك. فألان بيقول له خلاص انا هدور عليها لوحدي، ويا عالم هتبقى عايشه ولا ميته بقى. فالكلام بيأثر في قلب جاكي وبيقول له تصدق عندك حق، يلا بينا انا هساعدك. ولكن جاكي بيقول له ان في مشكله صغيره، وهي انا لسه بايع السيف الصبح في مزاد وجايب لي سعر جامد جدا ما كنتش احلم بيه، ولكن كل عقده ليها حلال، وانا اعرف شخص معاه قطعتين تانيين من درع الاله، والشخص ده اسمه بانون، ونقدر ساعتها نرجع لورا وكمان نعمل احلى سبوبه. وبيتحركوا وبتبدا تسخن الاحداث، وبيروحوا بالعربيه لبانون وبيكون في يافطه مكتوب عليها احترس من الحيوانات المفترسه، ولكن مش بيفهموا اليافطه وبيدخلوا البيت وبيتفاجئوا بكميه كلاب متوحشه. ولكن بيجي الخادم ياخدهم جوه البيت بعربيه جولف، وبيبقى البيت مليان حيوانات وبيشوفوا نمر، ولكن الخادم بيطمنهم انه مربوط بطوق على رقبته. وصاحبه بيقول له ايه ده احنا فين جنينه حيوانات دي ولا ايه؟ وبيدخلوا للراجل وبيفهموه اللي حصل وانهم عايزين درع الاله عشان ينقذوا خطيبته. وبيضحك الراجل عليهم وان ده اغرب طلب سمعه في حياته، وبيقول لهم انه مهتم بتجميع التحف وممكن ياخدوا اي قطع اثريه هم محتاجينها. فصاحب جاكي بيقول له انه بس مهتم بدرع الاله، فبيقول له تعالى اوريك مجموعه التحف اللي عندي. وبيبقى عنده متحف كبير قوي فيه مجموعه تحف مختلفه، وبياخدوا بالهم ان درع الاله محطوط بدون حراسه، فبيسالوه ليه، ومادام مش مهم عندك كده ممكن ناخده. فبيحكي له ان زمان كان فيه قوة شر عظمى، وفي فترة الصليبيين قدروا ينجحوا ويهزموا الشر بالأسلحة دي، ومش متبقى غير 5 قطع من درع الإله. وبيحكي لهم إن في مجموعة من الناس معتقدة إنهم لو دمروا ال5 قطع هيحصلوا على قوة عظمى، وبيستأذنهم لأن الوقت اتأخر، وبيعرض عليهم يباتوا جوه البيت. وبيباتوا وصاحب جاكي بيطلب أكل كتير جدا، وبيبقى في دماغه خطة إنهم يشغلوا الحيوانات بالأكل ويسرقوا الدرع، ولكن جاكي بيكون رافض، فبيحاول صاحبه يسرقه لوحده. ولكن الراجل بيقبض عليه وبيتجمع الكلاب حواليه، وبيقول له الراجل انه غبي عشان بياكل الحيوانات اكل صيني وهم مش بياكلوه. وبتظهر مع الراجل البنت اللي كانت موجوده الصبح في المزاد واشترت السيف واسمها مي، وبتكون بنت بانون، وبيتصلوا بالشرطه عشان تيجي تقبض على جاكي وصاحبه. وبيوضح جاكي لبانون ان العصابه عايزه 3 قطع بس من الدرع، وده معناه انهم عندهم قطعتين تانيين، فانا هخدعهم بالقطع اللي هاخدها منك عشان اقدر اسرق اللي معاهم، وبكده هسلمك ال5 قطع كاملين. فبيتفقوا سوا، ولكن بشرط ان بنته مي تتحرك معاهم في مهمه انقاذ لورا. وفي البدايه بتروح معاهم في العربيه، ولكن معاها عربيتها والسواق وراهم، وفي الطريق عربيتها بتعطل وبينقلوا كل حاجه في عربيه مجروره بالسواق. ولما بيوصلوا بيكلموا العصابه وبيقولوا لهم التسليم في السوق، فمي بتاكد عليهم كل واحد يقف مكانه وما يخافوش، وانا واخده جايزه في الرمايه. وألان صاحب جاكي بيقول له شكلها عارفه هي بتعمل ايه كويس، وجاكي بيتريق عليها وبيقول له سيبك منها دي ضايعه. وفعلا كل واحد بياخد مكانه، والعصابه بتاخد ألان لمكان مقطوع وبعيد عن السوق، وبتقعد مي تضرب نار عشوائي وبتيجي في جزمه ألان، فبيفهم ان جاكي كان عنده حق وانها فعلا ضايعه. وبتحصل مطارده طويله بين العصابه وجاكي بتتدمر فيها عربيه جاكي، ولكنه بيعرف يتغلب على افراد العصابه. وبالليل بيروحوا المطعم في السوق في جرسون وبيديله فلوس، فبيقول لهم كل المعلومات اللي محتاجينها عن العصابه، وان هم بينزلوا السوق كل يوم 2 بياخدوا احتياجاتهم وبياخدوا بنات معاهم. وهنا بيقرر جاكي وألان يقابلوا افراد العصابه ويضربوهم وياخدوا لبسهم ويتخفوا وسطهم، ولكن وهم وسطهم بيلاحظوا ان مي جت متنكره معاهم، وبتفضل تقول لهم محدش يركز معايا، انا عارفه انا بعمل ايه كويس. وبيوصلوا مقر العصابه
واللي بيكون عبارة عن دير، وبتطلع العصابة عاملة الدير ده للتخطيط لعملياتها وبيعبدوا فيه الشيطان. وبيحاول جاكي وشلته يندمجوا وسطهم، ولكن الرهبان اللي في الدير بيكتشفوا ان في ناس غريبة وسطهم وكلهم بيقولوا الكلام ده لبعض. ووسط ده كله في راجل بياخد مي وبيمشي، فبيضطر جاكي يدور عليه عشان ينقذها، لكن ألان بيبقى عايز ينقذ لورا ويسيب مي، بس مي بتقدر تهرب وبتقابل جاكي وألان من تاني. وفي اللحظات دي بيتم حقن لورا بمخدر لتنفيذ كل أوامر عصابة الشيطان، وبتكون المهمة دي ان هي تجيب لهم درع الشيطان وجاكي، وبتبقى مدة المخدر دي سارية لمدة 3 أيام. والعصابة بتبقى عارفة ان جاكي وشلته جايين ياخدوا لورا، ولكنهم بيوهموهم انهم نجحوا في مهمتهم وانقذوا لورا وضحكوا على العصابة، وبيسيبوهم يرجعوا بالعربية اللي جم بيها من غير اي مقاومة، لان هدفهم هدف تاني وهو ان لورا تجيب لهم درع الاله. فبياخدوا لورا وبيمشوا كلهم وبيوصلوا البيت، وبيبقى جاكي قلقان على لورا، ولكن بيقول ان هي تحت تأثير الصدمة لانها مش بتتكلم ولا بتتحرك كتير ومش فاكرة غير درع الاله، وبتبقى تصرفاتها ونظراتها لجاكي غريبة جدا. ولكن جاكي بيبقى متغير من ناحيتها، وبالعكس حاسس مشاعر ناحية مي. وبالليل لورا بتصحي خطيبها ألان من النوم وتقول له ان هي عايزة تشوف درع الاله، فبيسألها بتهزري دلوقتي؟ وبيروح لجاكي وبيقول له ان لورا بقت غريبة. فجاكي بيقول له ايوه فعلا لاحظت الموضوع ده، وبيقول له طيب هنعمل ايه؟ عايزة تشوف درع الاله دلوقتي. فجاكي بيقول له انه في اوضة مي، فبيروحوا لأوضة مي ومش بتبقى جوه الأوضة، وبيبقى ألان عايز يسرق الدرع وخلاص. لكن بتظهر مي فجأة وبتتخانق مع جاكي وبتقول له انه ليه لحد دلوقتي ما صرحش ليه عن حبه، وبتبقى متعصبة عليه وبتتهمه انه بس بيقرب منها عشان درع الاله. فبيقول لها ده مش حقيقي وبياخدها بره وبيقنعها. وفي اللحظات دي بيهرب ألان من جوه الأوضة وبيرجع للورا، فبتحقنه بالمخدر اللي هي اتحقنت بيه في الدير هناك عشان ينفذ معاها العملية. وبعدها بيروحوا لمكان الدرع وبيسرقوه، وجاكي بيصحي مي وبيقول لها انهم سرقوا الدرع ولازم تساعده يرجعهم. وبيتحرك جاكي للدير وبيتسلق الجبل اللي فوق الدير وبينزل على الدير، وهناك بيساعد ألان ولورا يهربوا. فلورا لما بتشوفه بتنده عليه باسم دلع من زمان، فبيتضايق ألان انها بتدلعه. فبيدور بينهم حوار بيستفز فيه ألان ولورا، وبيقول انا مش هنقذه بعد اللي عمله معايا، ولكن لورا بتقول له انا مش همشي من غير خطيبي ولو هموت. فبيفرح جاكي وبيقول لهم انا بس قلت كده عشان اتاكد من حبهم حقيقي ولا لا. وبياخدهم وبيحاول يهرب، ولكن ألان بيقع بالغلط في اوضه فيها كل الرهبان، وبيحاول جاكي ينقذه من الاوضه. فبياخد وتد خشب كبير وبيحط فيه زيت وبيولع فيه وبيضرب بيه كل الرهبان، وبيدخل بعدها معاهم في خناقه كبيره، وبيحاول يهرب مره كمان. فبيوصل لمكان درع الاله وبيلاقي الراهب الكبير رئيس العصابه، وبيقول له هعرض عليك فلوس ونحل المشكله، ولكن بيقول له انه عايش عشان الدمار والشر بس، ومش عايز اي فلوس او اي حاجه غير الشر. وبيكون معاه 4 ستات لابسين كعب عالي ولبس غريب وشكلهم غريب، وبيضربوا جاكي ضرب شديد ومش بيعرف يتغلب عليهم، وبيفضلوا يضربوا فيه وبيتغلب عليهم بالعافيه، بس واحده واحده مش كلهم مع بعض، لانه بيعرف نقط ضعفهم انه هو الكعب العالي، فبيعرف يغلبهم كلهم. ولسه بيحاول يوصل للدرع، فالراهب الرئيسي بيجمع كل الرهبان، ولكن جاكي كان لابس ديناميت وحزام ناسف وبيفضل يهددهم انه هيولعه، ولكن بيولع منه بالغلط وبيفضل يقلعه ويرميه، فبينفجر الدير كله على بعضه. وبيهرب جاكي بالعافيه وبيلاقي منطاد في السماء، وهو بيكون في اعلى نقطه في الجبل، فبيولع شمروخ وبيشاور ليهم وبينط على المنطاد. وفي النهايه بينقذوا جاكي بالمنطاد وبيهربوا كلهم من الدير، وبينجح في المهمه هو واصدقائه. وبيبقى فيه تلميح ان مغامرات جاكي مش هتقف هنا. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.